لو انت اب او انت ام وقررتم انكم هتأسسوا طفلكم في البيت وما تودوهوش اي دروس، ولو انت خريج او خريجة وعاوزين تبدأوا مهنة التدريس، لازم تشوفوا الفيديو ده عشان تضمنوا افضل نتيجة. لازم يكون عندكم صبر وطولة بال على الاطفال، ويكون عندكم وقت فاضي وثابت، على الاقل وقت فاضي في 4 ايام في الاسبوع نخصصه بس للطفل. ويبقى عندكم حب استطلاع دايما، وتبحثوا عن كل حاجة جديدة وتقرأوا كتير في المجال ده وفي تربية الطفل. ولازم كمان تعرفوا أنواع الكتب اللي هتذاكروا منها للطفل. كل ده بنعرفه من خلال آراء المعلمات وأولياء الأمور وتجاربهم السابقة. كل ده علشان نقدر نختار الكتب الصح اللي يكون فيها تمارين شاملة وشرح وافي. بالإضافة كمان إننا لازم نعرف ترتيب الدروس لكل مادة هندرسها، يعني نعرف بدايتها منين ونهايتها لحد فين. وبعد كده بنحضر لكل درس، وبنشوف إزاي نقدر نوصل المعلومات للطفل بأبسط وأسهل طريقة. واعتمدوا في طريقة شرحكم على استخدام الوسائل التعليمية والتعليم من خلال الأنشطة مع الأطفال، وبلاش الطرق التقليدية ويبقى كل اللي همكم إن الطفل يكتب واجبات كتير، لأن للأسف الطفل بيزهق من الطريقة دي وما بيرضاش يكتب بعد كده. واخر حاجة عاوزاكم تهتموا بيها هو انكم تعرفوا مفاتيح ومداخل كل طفل، يعني ازاي نذاكر للطفل العنيد والعصبي، ازاي نذاكر للطفل الزنان واللي بينسى بسرعة، وازاي نذاكر للطفل اللي بيتحرك كتير. وكل الفيديوهات دي هسيبها لكم في الكومنتات.